ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هعمل معاكم فيديو عن المنتجات اللي ملهاش اي 60 لازمه في الحياه، لان انا واحده من الناس بعد ما بشتري المنتج وبدفع فيه فلوس وبيطلع ملوش عايزه، حقيقي بتضايق قوي من جوايا وبفضل ابص له كده كل ما افتح الدرج وانا متضايقه ومقهوره ومتغاظه، وخصوصا لو متحمسه له او شايفه له ريفيوهات كتير. فعشان الفيديو ما يبقاش طويل هقسم الفيديو ده على جزئين. عايزاكم توصلوا لي الجزء الاولاني ل 2000 لايك، وبمجرد ما الجزء الاولاني يوصل ل 2000 لايك هنزل لكم الجزء التاني، وعايزاكم تعملوا شير للفيديوهات على قد ما تقدروا، عشان عايزين القناة ترجع تاني ويرجع يبقى فيه تفاعل تاني على القناة. وانا متأكدة ان انتوا هتقدروا توصلوا الفيديو ده لل 2000 لايك، ومش عايزة ارغي كتير. يلا بينا عشان نبتدي. اول حاجة عايزة انبه ليها ان مش شرط ان الحاجة اللي ما تعجبنيش ما تعجبكيش، عادي ممكن يبقى فيه اختلاف، ممكن تبقى طبيعة بشرتي غير طبيعة بشرتك وهكذا. اول منتج معايا وهو ال NYX ده، ناحية جلوس ومن ناحية مات. عايزه اقول لكم على حاجه، الروج ده بيشقق بطريقه بشعه. انا استخدمته 4 أو 5 مرات، في ال4 أو 5 مرات فضحني، حرفيا فضحني. بس انا يمكن عندي مشكله في شفايفي، ان انا شفايفي ناشفه جدا وفيها خطوط كده وقشور. بس انا استخدمت انواع كتير للمات ليبستيك، زي مثلا النوع بتاع ميبلين ناشف على الشفايف، فلما بحطه ما بيعملش برضو كده، يعني كل خط ما فيهوش روج وبقيه الشفه فيها روج، فلكم ان تتخيلوا المنظر. تمام. وده غير ان الناحيه اللي هي المات بتاعته بتلزق جدا قبل ما تحطي عليها الجلوس. بعد ما تحطي عليها الجلوس الشكل بيبقى افضل شويه. الدرجه اللي معايا دي درجه فاتحه، فانا مش متخيله بقى لو كمان درجه اغمق من كده هيبقى شكلها عامل ازاي على الشفايف، ولا ايه النظام. مش عارفه هل اللون ده بس التركيبه بتاعته هي اللي فيها حاجه غلط، الروج اللي معايا ده بس هو اللي فيه حاجه غلط، ولا هو كله فيه غلط. مش قادره احدد بصراحه. بس كان سعره غالي، كان سعره تقريبا في حدود الكام، كان سعره تقريبا في حدود ال9 يورو او ال10 يورو. بس عموما يعني ان هو مش هيقل عن ال400 جنيه، فاني اشتري روج ب400 جنيه ويطلع في الاخر كده مقلب. ومن المنتجات اللي انا مستحيه جدا جدا ان انا اقول لكم ان انا ما حبيتهاش، مش عارفه دي مشكله مع كل الناس ولا مشكله معايا انا لوحدي، هو الاستروبر كريم بتاع ماك. ده الحجم الصغير بتاعه. بصوا مشكلتي معاه ايه؟ مشكلتي معاه ان هو حلو، اني اول ما بتحطيه بيبقى شكله حلو جدا على البشرة وشكله جميل واللمعة بتاعته عاملة زي المية وكله تمام. بس انا مشكلتي معاه، ثانية احطه لكم، مش عارفة احطه لكم فين، ممكن احطه لكم هنا. انا مشكلتي معاه ان هو مش ثابت خالص. منتج بالسعر ده المفروض ان هو يبقى ثابت. مبدئيا انا بعد ما بحطه، بصوا لمعته اهي، دي اللمعة بتاعته، لمعته حلوة قوي قوي، ولمعته شيك جدا جدا وناعم على البشرة، فظيع في الشكل. لكن كثبات، ثباته ما بيقعدش معايا حتى ساعتين. تحت الفاونديشن حطيته، فوق الفاونديشن حطيته، في اي مكان بيعمل نفس الحاجة. يعني انا كنت بستخدمه الاول كبرايمر، بعد ما بستخدمه كبرايمر بشوية صغيرين بشرتي بترجع ناشفة جدا 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 زي الاول، وخلاص يعني كأني بشرتي حقيقي اتشربته. ماشي، هقول اني بشرتي ناشفة، رطبت وحطيت برايمر كويس وحطيت فاونديشن كويس وحطيته هو مكان الهايلايت، او حطيته هو الاول مع البرايمر بعد كده حطيته مكان الهايلايت، كبير و3 ساعات بكون خلصت نص الانبوبه اللي انا دافعه فيها شقه عمري. الانبوبه دي الصغيره دي كانت ب15 يورو، اللي هي كام ملي؟ اللي هي 15 ملي. ممكن حد غيري تبقى بشرته دهنيه يثبت معاه اكتر، ممكن حد بشرته عاديه مش جافه قوي زي بشرتي، فتبقى البشره اوريدي بتطلع دهون معاه فيستمر معاه وقت اطول. لكن انا معايا ما بيستمرش خالص نهائي. الحاجة التانية هو البرايمر ده بتاع كاتريس، اللي هو المفروض ان هو جلو برايمر. تحطيه تمام بيبقى شكله ان هو كأنه فيه جلو كده، بس بعد ما تدمجيه خلاص كده على البشرة كلها ما فيش ولا اي جلو ولا اي حاجة خالص. يعني هو يمكن كمان على الايد باين، واضاءة الرينج لايت وكل الحاجات دي، بس لما تيجي تحطيه على وشك حرفيا ما بيبانش نهائي ان انتي حاطه اي حاجه، كانك ما حطيتيش حاجه، كانه هوا. ولما بتكتري منه بتحسي ان هو زي مبقع كده او مطبش، حتت تقيل وحتت خفيف. حتى لو دمجتيه بسرعه، او حتى لو دمجتيه ما سبتهوش يعني عشان ينشف، فبعد كده ما بتلاقيش ان انتي حاطه حاجه. يعني حرفيا منتج ملوش اي 60 لازمه في الحياه، وسعره كان 5 يورو، و5 يورو يعني تقريبا في حدود ال200 جنيه مصري دلوقتي. ف لا، ما مش عاجبني خالص نهائي. المنتج التالت، وعارفه ان في ناس كتير قوي هتختلف معايا فيه، وهو الكونسيلر ده بتاع لوريال انفاليبل، اللي هو اهو، اللي هو اسمه مور ذان كونسيلر. انا ما بحبوش ليه الكونسيلر ده؟ انا ليا اسبابي.
يعني ممكن عادي انتي تحبيه. انا تحت عيني جاف وعندي خطوط، فلما باجي احطه بينشف جدا 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 تحت عيني، وبيدخل في الخطوط جدا تحت العين. ده غير ان هو بيأكسد. وبعد شويه الدرجه اللي معايا دي درجه 332 اللي هي اسمها امبر، بعد شويه بيقلب بيعمل زي التراب كده. في ناس تاني بتحبه عادي وبتكمل بيه، بس انا بالنسبه لي بعد شويه صغيرين شكله بيبقى كيكي جدا تحت العين حتى لو حطيت منه كميه قليله. فلازم عشان تحطي منه نقطه وتدمجيه مع كونسيلر تاني يكون خفيف زي اللي هو الوان دروب كفرج بتاع كاتريس، او زي او زي قصدي الكونسيلر بتاع فيت مي بتاع ميبلين، وتدمجيهم هما الاتنين مع بعض، وبرده ما بيبقاش احسن حاجه. فانا ليه اعمل كل ده في كونسيلر غالي اصلا؟ المنتج اللي بعد كده وهو كريم التفتيح ده من برنسيس اللي هو اسمه بيور وايت ميلك كريم. الكريم ده عايز حد اوريدي اصلا بشرته فاتحه، مش عايز حد اوريدي بشرته قمحي غامق زي كده، او اللي هي الدرجات القمحي، مش هتحبيه خالص نهائي. ليه بقى؟ لان الكريم ده المفروض ان هو فكرته ان انتي بتستخدميه عشان تحسي ان هو ادى زي اشراقه كده لبشرتك او تبييض لبشرتك. هو بيدي تبييض بس تجير. اول حاجه هو محتاج ان انت تحطي منه كميه قليله قوي قوي عشان يدي افكت حلو او عشان يطلع الشكل حلو. تاني حاجه لازم تكوني مرطبه وشك كويس قوي قوي قوي، لان هو بيعلق جدا جدا في المسام وفي القشور وفي كل الحاجات دي. بصوا ده الفرق بين الايدين، الايد اللي انا حطيت فيها والايد اللي انا ما حطيتش فيها. بيجي حوالين البق كده وبيحسسك ان انت شكلك حوالين بقك وحوالين عينك وحوالين الجبهه من هنا، الشكل ما بيبقاش حلو نهائي. ده عشان انا سمرة، فلما باجي استخدمه ما بيبقاش ليه اي 60 لازمه في الحياه. لكن لو انتي بيضه بيتهيألي ان هو ممكن ينفع معاكي. المنتج اللي بعد كده وهو اللزق بتاع الرموش ده بتاع كيس، ده كده بيكون شكله. بصوا ده كان المفروض ان هو بتاع لزق رموش اللي هي الرموش الدايمه اللي هي بتقعد اسبوع 10 ايام. بصوا هنا هو حتى كمان كاتبين لكم ان هو بيقعد اسبوعين المفروض يعني. ولا الهوا، صدقوني لو بتلزقوا الرموش بميه هيلزقوا اكتر من كده. ملهمش اي 60 لازمه في الحياه، حتى مش عارفه افتحهم اساسا. كنت اشتريتهم من فتره وحاولت بكل الطرق والوسائل، حتى كمان حاولت ان انا استخدمهم كلزق رموش عادي، مش اللي هو لزق رموش يقعد فتره طويله. ده واحد بيلزق الرموش وواحد بيمسح اللزق بعد، قال يعني ان انت مش عارفه بقى تفكيهم وكده. ما بيعملش اي حاجه خالص خالص خالص. فلوس حقيقي واترمت على الارض. ده كان سعره هما الاتنين مع بعض سعرهم كان 12 يورو او 14 يورو حاجه في الرينج ده، يعني داخلين في حدود ال 500 جنيه مصري، وملهمش اي 60 لازمه خالص. المنتج اللي بعد كده ده ناس كتير قوي حبته وناس ما حبتوش، هو البلاشر بتاع شي ان. ده كده بيكون شكله. انا ما حبيتش البلاشر ده ليه؟ لاني حسيت ان هو بيطير حرفيا. انا حاسه ان هو بيطير، دي كلمة قليلة عليه. ما بيقعدش حتى على بشرتي ساعتين على بعض. بس يمكن الدرجة اللي معايا هي اللي درجة فاتحة اهي. الدرجة اللي معايا دي اسمها لوستر. ماشي اهو، هرجع احط لكم منه تاني. وبرده عشان الدرجة فاتحة محتاجة ان انتي تحطي كذا مرة كذا مرة. ده غير ان هو ليكويد قوي، فبعد ما بحطه بحس ان هو حرك لي الفاونديشن تحتيه. بصوا درجة. انا اصلا كنت قاصده ان انا اجيبها حاجه تكون طبيعيه عشان استخدمها لكل يوم، بس لقيت ان هي مش نافعه، مش نافعه خالص نهائي. فما حبيتوش. ده غير ان هما في ناس بتقول ان هو بيجمنت جدا جدا. الدرجه اللي معايا دي مش بيجمنت خالص، وبصراحه اتقفلت منه وما حبيتش ان انا ارجع اشتري تاني. بس يمكن المشكله في الدرجه، يمكن الله اعلم، بس ما حبيتوش. ماشي نيجي للمنتج اللي بعد كده وهو الكونسيلر ده بتاع شي ان. ده كده بيكون شكله. الكونسيلر ده ما حبيتوش، حسيته ان هو تقيل تحت العين، بيدخل في الخطوط. التغطية بتاعته مش عالية برغم ان هو شكله تقيل تحت العين. على عكس تماما الكونسيلر التاني بتاعهم، هو مش جنبي دلوقتي بس كان من مفضلاتي. لكن الكونسيلر ده انا ما حبيتوش خالص خالص، لانه شكله تقيل جدا تحت العين حتى لو حطيتي منه كمية قليلة. مش بيدي كفر، لازم تحطي منه طبقتين او 3 عشان يديكي الكفر اللي انت عايزاه. نيجي للمنتج اللي بعد كده وهو الزيت ده بتاع دي ام من البراند اللي اسمها الفيردا، ومعاهم البادي بيتر بتاعتهم برضو من الفيردا. دول الخاصين بالحوامل، يعني حاجه بصراحه في منتهى العجب اللي في الدنيا. انا كنت جربت من عندهم كذا نوع، جربت من عندهم 3 انواع من البادي بيتر دي، وكانوا حلوين جدا جدا. احلاهم اول واحده خالص خالص اللي انا كنت كلمتكم عنها، هحط لكم صورتها هنا.
والمفروض ان دول للحوامل، بس حقيقي ما بيدوش اي ترطيب. يعني دي ترطيبها ضعيف جدا جدا جدا، والزيت ده مزيت بغباء. يعني بصوا انا اوريدي اصلا مخلصاه اهو. اول حاجه الزيت بعد ما بتحطيه البشره ما بتتشربوش، بيفضل زيت 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 لحد ما تتمسح في اي حاجه، في الانتريه، في السرير، في اي مكان، وخلاص على كده. تاني حاجة بعديها ما بتحسيش ابدا ان جسمك مترطب، ولا ان جسمك طري، ولا اي حاجة. بتحسي ان نشفين السنين والتنين، بتحسي ان جلدك جلد تمساح اصلا، ودي ملهاش اي ستين لازمة في الحياة. نيجي للمنتج اللي بعد كده وهو البادي ميلك ده من باليا. نفس الفكرة بالظبط، ترطيبه وقتي جدا جدا. بمجرد ما تحطيه على الجلد تحسي ان بشرتك مترطبة قوي قوي قوي، بس هو مش في الحقيقة مش ترطيب، هو تلزيق. وبعد ما بتغسليه برضو خلاص كأنك ما كنتيش حاطه اي حاجه خالص، وبرضو جلدك ناشف جدا جدا. ده غير ان هو بياخد وقت طويل عشان ينشف. لا هو ما بينشفش، هو بيفضل على الجلد برضو لحد ما يتمسح في حاجه. فمن الحاجات اللي ما حبيتهاش، بس مش جديده على باليا بصراحه. باليا من الحاجات اللي دايما مدياني فكره عنهم ان هي مش حلوه بصراحه. المنتج اللي بعد كده وهو الشامبو ده من الفيف، هو وحمام الكريم بتاعهم او الماسك بتاعهم. انا الفيف كنت جربت كمان من عندهم نوع تاني برضو اللي هو بالارجان اويل تقريبا يعني، وبرضو ما حبيتوش خالص خالص. نشفوا شعري جدا جدا جدا، بشعين. وكمان الاصدار اللي منهم في مصر ابشع وابشع. حقيقي نزلت مصر ونسيت اخد معايا الشامبو بتاعي، وماما كان عندها ده، وماما قعدت تقولي انه وحش قوي وبينشف الشعر جدا. انا كنت عارفه ان هو ما بيعملش لشعري حاجه، بس مش لدرجه انه نشف شعري. نزلت مصر وجربت اللي عند ماما، ايه ده؟ والله العظيم صابون مواعين. انا ما بحط ماسك على شعري، على عكس مثلا اللي هم دول اللي هم بالهيلورونيك اسيد، دول حبيتهم قوي قوي، لكن دول كانوا وحشين جدا جدا جدا. الحاجه اللي بعد كده وهي الفاونديشن ده بتاع مايت سينما. الفاونديشن ده عامل زي الماسك على البشره بالظبط، تقيل جدا لدرجه انك تحسي انك هتعملي كده هتشيلي طبقه من على جلدك. ده غير ان برغم ان التغطيه بتاعته عاليه وبيداري عيوب كتير، بس هو بيعلق في القشور وبيعلق في الخطوط، بيعلق في المسام. تحسي نفسك اللي هو ايه ده، انا حاطه مكياج ايه؟ فما حبيتوش خالص خالص. لو انتي بشرتك فيها بقع بس ما فيهاش قشور او ما فيهاش زيادات يعني حبوب، ممكن تشتريه. ولو انتي درجتك فاتحه ممكن تشتريه، لان هو سعره كان مش غالي، كان سعره 50 جنيه. لكن لو عندك حبوب قشور خطوط ابعدي عنه تماما، حتى لو بشرتك فاتحه، لانه هيعلق فيها وهيبين بشرتك اوحش من اللي هي عليه اصلا. المنتج اللي بعد كده مش قادره افتحها لكم واوريكم ان هي كانت بودر من جوه، بس زي ما انتم شايفين كده سيلينا حبيبه قلبي كسرتها لي. وكان في هنا هايلايتر تحت، سيلينا حبيبه قلبي كسرته لي برضو، وملت لي الدرج بقت كل الدرج هايلايتر، بس كل الدرج. يعني المنتجات المات سيلينا خلتها فيها هايلايتر، برافو عليها، انا مبهوره بيها حبيبه ماما. المهم يعني ما علينا. البودر انا حبيتها اللي من فوق، بس الهايلايتر اللي من تحت ما حبيتوش نهائي. ليه بقى الهايلايتر انا ما حبيتوش؟ لان الهايلايتر اللي من تحت كله جليتر جليتر بس، وما بيندمجش على البشرة. ده برضو من مايت سينما، ما بيندمجش على البشرة نهائي خالص، فدي حاجة مش حلوة. بيعلق كده برضو لو عندك هنا قشور. يعني بصوا الهايلايت اللي انا حطاه ده عامل زي المية ازاي، ده بيبان ان هو قطعة واحدة، مهما دمجتيه مهما حاولتي مهما سويتي مفيش فايدة. ده غير ان هو بودري جدا جدا جدا، ولونه فاتح جدا. المفروض ان درجة البودر دي درجة رقم 4، درجة الهايلايتر اللي فيه بيضة، هي بيضة بيضة. بصوا انا هحاول اجيب لكم الدرجة ثانية واحدة اهي. يعني الحمد لله اني لسه فيها. بصوا اول ما طلعت طلع كمية قد ايه، وانا ما حطيتش كتير والله. بصوا اهو، شايفين اهو، هو ده الهايلايت خلاص كده، عامل زي الطباشير. الليب بالم دول اللي هم الشكل الجديد بتاع لونا. حقيقي لونا كنت بحب قوي قوي الليب بالم بتاعتهم، بس اخر مره نزلت فيها مصر واشتريت من عندهم باكج كده كامل. كان فيه كريم جسم وكريم للايد وللرجل، وكان فيه بادي بيتر، وكان فيه 2 من الليب بالم دول. هحاول اجيب لكم صورتهم هنا لان خلصت كل المنتجات اللي فيهم، واوريدي مش عارفه هم راحوا فين اصلا. المهم يعني اني ولا حاجة حرفيا من العبوة دي عجبتني. مش عارفة بقى ليه، هل هم غيروا الفورمولا بتاعت المنتجات بتاعت الكريمات بتاعتهم؟ هل انا جسمي بقى شديد الجفاف؟ معرفش. بس الليب بالم دي بالذات عاملة زي السمنة على الشفايف،
بعد ما بتحطيها بتفضل سايبه طبقه تخينه كده، وحرفيا ما بتعملش اي حاجه خالص نهائي. الباكج الجديد، الباكج القديم انا كنت بحبه جدا، ومهما كانت شفايفي بتبقى متبهدله كان بيرطب لي شفايفي كويس. لكن النوع ده لا لا، وحش قوي قوي قوي. سواء هو او كريم الرجل بتاعهم بشع حرفيا. حطيت منه اكتر من مره، كانت رجلي ناشفه جدا الفتره اللي فاتت، ما عملش اي حاجه خالص. كنت في بدايه الحمل لما نزلت مصر، وكنت ناسيه كريماتي، او ما كانش بمعنى اصح معايا وزن بصراحه. فقلت ابقى اشتري الانواع اللي انا كنت متعوده اشتريها من مصر. من عندهم كريم الجسم والبادي بيتر بتاعتهم. البادي بيتر بتاعتهم لا، الفازلين فيه ترطيب عنهم. ما فيهوش اي ترطيب خالص، صفر ترطيب، هو بس بيدهن كده وخلاص على كده. كانت بجد المنتجات دي من اكتر المنتجات اللي انا بحبها بتاعت لون. نيجي للمنتج اللي بعد كده، وهو الغسول ده بتاع سيتافيل. ده كده بيكون شكله، مش فاكره بصراحه كنت كلمتكم عنه قبل كده ولا لا. بس هو من الغسولات اللي هي مش قادره اقول ان انا بحبها، ومش قادره اقول ان انا بكرهها. بس هو غسول. لو انتي بشرتك متحسسه او تعبانه اشتريه، مش هيحسس لك بشرتك نهائي. بس كده خلاص. لكن لما بينضف البشره، ما بيشيلش منها الدهون، ما بيشيلش منها الاوساخ اللي فيها، ما بيشيلش منها اي حاجه. فهو يعني لو عايزه تغسلي بحاجه بشرتك ملتهبه جدا جدا جدا، عامله مثلا جلسه ليزر، عامله اي تقشير في وشك، ومحتاجه تغسلي وشك بغسول، ممكن تشتري الغسول ده. بس سعره غالي جدا على ان انا اشتري غسول يبقى ما بيعملش حاجه كده، ما بينضفش البشره نهائي. يعني انا مثلا لما ببقى حاطه مكياج وبشيل المكياج، وبعد كده بغسل بيه، لما باجي امسح في الفوطه، ربنا كرمني وعندنا كل الفوط بيضه والقطنه ما بتكدبش، فبعد ما دايما بغسل بيه بلاقي ان الفوطه كلها بتبقى مكياج. بلاش بلاش المكياج. لما بنزل مثلا ببقى عامله سكين كير، وبنزل الشارع وبرجع بغسل وشي، بحس ان وشي منضفش، وشي برضو لسه في الفوطه البيضه بيطلع لون، فانا محتاجه اغسل وشي. وده كان غالي، كان سعره تقريبا في حدود ال 16 يورو او 17 يورو. دي كانت كل المنتجات اللي انا ما حبيتهاش سنة 2022. بتمنى من كل قلبي ان الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.